في 1970 واحد السيدة شرات دمية قماشية كهدية لبنتها دونا اللي كانت كتقرا في التمريض وعايشة مع صاحبتها أنجي في واحد الشقة صغيرة قريبة من المستشفى اللي خدامة فيه. الدمية كانت عادية وجهها بحال أي دمية ديال الدراري الصغار، فيها لون أحمر في الخدود وعيون كيبان فيهم براءة، ولكن ما كانش ديما عارفة أن هاد الدنيا غادي تولي أسوأ حاجة دخلتها لحياتها. في الأيام الأولى كلشي كان طبيعي، الدنيا كانت جالسة فوق السرير ديال دونا بحال أي لعبة عادية، ولكن بعد أيام بدات التحركات الغريبة. دونا كانت كترجع من الخدمة كتلقى الدنيا متحركة شوية، مرة كتلقاها حتى المخدة، مرة حتى الباب. في الأول بقات كتحاول تلقى تفسير منطقي، قالت يمكن أن أنجي كتحركها بلا قصد، ولكن أنجي حلفات ليها بلي عمرها مستاتها. مع مرور الأيام بدات الدنيا كدير حاجات أغرب. في مرة مع المرات لقات دونا الباب ديال الغرفة محلول، ودخلات لقات الدنيا قاعدة فوق الكرسي، وهي أصلا متأكدة أنها خلاتها فوق السرير. ولكن الشي اللي زاد الرعب هو فاش بدات دونا كتلقى أوراق صغيرة مكتوبة بخط طفل صغير، مكتوبة فيهم جمل بحال عافاكم عاونوني، بغيت نخرج، لوي في خطر. ولكن اللي زاد خلعهم هو أن الأوراق كانت مرمية في وسط الدار، ومع العلم أن دونا وأنجي ما كانوش عندهم بحال نفس الأوراق، وحتى الخط اللي مكتوب بيهم ما كانش ديالهم. في يوم من الأيام رجعت دونا من الخدمة ولقات واحد الحاجة ما تخطرش على البال. الدنيا كانت جالسة حتى الباب، يديها مغطية بشي سائل أحمر كيشبه الدم، وحتى الثوب ديالها كان فيه قطرات صغار منه. يعني الخوف وصل لأقصى الدرجات ديالو. دونا وأنجي مبقوش قادرين يبقاو في الشقة بوحدهم، وقرروا يجيبوا وسيط روحاني باش يفهم شنو كاين. الوسيط الروحاني جا ودخل في واحد الحالة روحية، وقال لهم بأن روح طفلة صغيرة سميتها أنابيل هي اللي ساكنة في الدنيا. قال لهم بأنها كانت طفلة يتيمة وماتت في نفس المنطقة اللي كاينة فيها الشقة ديالهم، وأن روحها ضايعة وباغية غير الحب والحنان. دونا تعاطفات معاها وقررت تحتفظ بالدنيا باش ما تزرعش الروح ديال الطفلة. ولكن صاحبتها أنجي كانت عندها إحساس أن شي حاجة ما داخلاش العقل، ولكن ما كانت عارفة كيفاش تعبر عليها. كان عندهم صديق سميتو لو اللي كان كيجلس معاهم بزاف، وكان كيكره ديك الدنيا من نهار شافها. قال لهم مرات عديدة أنهم خاصهم يتخلصوا منها، ولكن دونا رفضات. في واحد الليلة لو كان ناعس وفاق مفزوع، كان كيشوف الدنيا جالسة فوق صدره وعينيه كيتحركوا كتقرب ليه بشوية، وحس بواحد الثقل فوق منه، ما قدر لا يحرك لا رجليه لا يديه، كان كيتنفس بصعوبة. وقبل ما يغيب شاف واحد الظل كحل واقف في الركن ديال الغرفة كيشوف فيه. في الغد فاش فاق قرر يمشي للشقة ويواجه دونا. منين دخل سمع شي صوت جاي من الغرفة ديالها، فتح الباب بشوية، ولكن فاش قرب للدنيا حس بشي حاجة كتضربو في صدرو بقوة. ملي شاف لقى خطوش عميقة محفورة في جلدو، وكأن شي واحد خدشو بضفارو الطويلة. هنا دونا اقتنعت أخيرا أن الدنيا فيها شي حاجة خطيرة، وقررت
كيتصل بإدوارد وارين، أشهر المحققين ديال الظواهر الخارقة في العالم. فاش جاو داروا التحقيقات ديالهم قالوا ليهم شي حاجة اللي جمدات الدم في عروقه. هادي ماشي روح طفلة، هادي طاقة شيطانية خطيرة كتحاول تخدعكم باش تديكم من الهوية. وضح ليهم أن الشياطين كيعرفوا كيفاش يديروا التمثيل، وعوض ما يظهروا على حقيقتهم كيتخباو ورا صور بريئة بحال دمية أو روح طفلة. الهدف ديالهم اكتساب الثقة ومن بعد التملك الكامل للجسد ديال الشخص الضعيف. إدوارد خداو الدنيا معاهم، ولكن حتى في الطريق السيارة بدات توقف بوحدها والمقود ديال السيارة كيتحرك بوحدو. اضطروا يديروا صالات خاصة حتى يوصلوا للدار. من بعد حطوا الدنيا في متحف وار من الغيبيات داخل واحد الصندوق زجاجي مغلق مزيان، وداروا عليه رموز زينية باش يبقى محبوس. الصندوق عنده واحد الورقة مكتوب فيها ما تفتحش هاد الصندوق. ولكن السؤال اللي باقي كاين حتى اليوم، شنو يقدر يوقع لشخص متهور قرر يفتح الصندوق؟ واش فعلا أنابيل مازال فيها اللعنة، ولا الشر اللي فيها كبر وكاين شي حد آخر دابا اللي هو الهدف ديالها؟ وحتى هنا الأصدقاء وصلنا للقصة ديالنا، قصة دمية أنابيل، قصة حقيقية اللي كانت في البداية عبارة عن دمية عادية كتعرف في اسم أنابيل، ولات مشهورة بسبب سلسلة من الحوادث الغريبة اللي ارتبطت بها في السبعينات، ووفقا للأشخاص اللي كانوا في اتصال مع الدمية، خاصة الزوجين إدوارد اللي كانوا محققين في الظواهر الخارقة للطبيعة. فالدمية كانت كتظهر علامات على نشاط خارق للطبيعة. أحد أشهر الحكايات حول هاد الدمية أنها كانت كتتحرك من مكان لآخر وكتخلي رسائل مكتوبة، وكيعتقد البعض أن هناك روح شريرة كانت كتسكن فيها. بالرغم من أن هاد الحكايات كتدير الجدل حول المصداقية ديالها، إلا أن القصة ديال أنابيل كانت مصدر الكثير من القصص الرعب في وسائل الإعلام، بما في ذلك سلسلة أفلام The Conjuring والأفلام المشتقة عنها. نلقاكم في فيديو جديد إن شاء الله. اللي عارف شي حاجة على هاد القصة ولا سامع به يخلي لي تعليق، وما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم ديما الجديد. إلى اللقاء الأصدقاء.